أهلا بكم في مطبخ فتافيت فادية، واليوم هنقدم لكم الكيكة اللي عاملة شوية ضجة مش واجدة توا. هي كيكة اسباستيال، وعلى فكرة طعمتها روعة روعة، جربوها ومش هتندموا، هتنجح معاكم يعني، مش إنها ممكن صعبة. هنا نقول المقادير بسرعة: كوباية إلا ربع سكر، عصرة نص ليمونة، 4 بيضات، 500 جرام جبنة كريمية، وكوب كريمة فريش، وملعقتين دقيق وفانيليا. ونعاود نقول أخرى: هنا عندي 500 جرام جبنة كريمية، أي نوع جبنة كريمية على فكرة، مش ضروري لازم تكون فيلادلفيا. وعندنا هنا كوباية كريم فريش، المهم تكون الدسم تاعها فوق ال20. عندنا عصرة نص ليمونة، عندنا كشكين دقيق فانيليا، و4 بيضات. يكون البيض بحرارة الغرفة، كلها الجبنة والبيض كلها بحرارة الغرفة. هنا هنحط الجبنة، أنا عندي الجبنة 330 جرام، نبو نحن 500 جرام طبعا. وهنحطوا باقيها حتى هذه 175، هنحطوا منها عبال ما نكملوا 500 جرام في 5 جرامات هيك شنين على جنب. ضربتها واجد واجد. هنا ما نقولكمش نسيت السكر، ما حدش يقول لي ليش نسيت السكر. نسيت نصور لكم لما حطيت السكر، سرعت الصورة ونسيت بصراحة. بس المهم حطيت السكر وضربتها مع الجبنة الكريمية كويس كويس كويس. وبعدين هنحط البيض ونضربه كويس كويس كويس، وهنا نضرب فيه في الأجناب هتقعد جبنة، ونحط الفانيليا طبعا، ما تنسوش الفانيليا. في الأجناب هتقعد فيه جبنة، فوقفي وقفي المضرب وردي من جديد. نزلي بالسباتولا أو بالسيليكون الأجناب، تكوني ضربتيها كويس كويس. بالطريقة هذه هتاخد وقت تقريبا 10 دقائق، في الضرب يكون أحسن، كل ما تضربيها أكتر كل ما أحسن. هنحط توا شنو؟ عصير نص ليمونة، ما تنسوش نص ليمونة، عصير نص ليمونة. أوكي، هنحطوا عصير نص، مش تجيبوا لي ليمونة ما فيهاش مية واجد تقولي حطينا نص عصير نص ليمونة، لا، هو عصير نص الليمونة هذا. ضربوه كله كويس كويس كويس. وبعدها نجو على جنب، ناخذ الكشكين الدقيق مع الكريمة. ما ينفعش تضرب الكريمة بالمضرب الكهربائي، هتصير كريم في تزيين، فأنتي هتضربيه بالمضرب اليد العادي. تذوبي الدقيق مع الكريمة، وبعدين تحطيه على الخليط السابق وتضربيه كويس جدا جدا. على فكرة الناس واجد تسويها بيكنج باودر ما بيكنج باودر، طبعا هذه الكيكة تعتبر لا فيها بيكنج باودر لا فيها شيء. كيف كيف يعني الكيكات الباردة، أو كيف التشيز كيك. هنضربه من جديد أخرى كويس كويس كويس. هنجيبه بقى طاجيننا، هذا الطاجين المقاس اللي عندي متوسط، طبعا تقدري تديريه في طاجين أقل وتقدري تديريه في طاجين أكبر. هنديروا الحركة المعهودة إنك تمسكي الورقة تكرمشيها تكرمشيها وتحطيها، ونحطوا فوقها شنو؟ الخليط. حطينا الخليط بالطريقة هذه. بعد ما نحط الخليط نكون مولعين الفرن على حرارة 210. 210، اسمعوا الكلمة هذه، 210، يعني ما فيش أقل من هيك. ونخبطوا الطاجين، نشيلوه كده نخبطوه، يعني كم خبطة عشان الهواء يتفرغ كل الهواء اللي فيها. بالطريقة هذه يعني تحسي الفقاقيع كلهم طلعن. طبعا تقدر تشيلي الورق الجانبي هذا، بس هو اللي يعطيه منظر بصراحة. حابة الموضوع بتاع الورق المخربش هذا. طبعا أنا سخنت أول فرن، هنعدي نحطها في الفرن في حرارة 210، أغرب حرارة تشيز كيك أو أغرب حرارة كيك نحطها. وطبعا في ناس تحمرها يعني تعطي اللون الغامق. أنا على فكرة بعد ما تطلعيها بالطريقة دي تزيد تغمق، انتوا تحسبوها إني أنا مغمقتها، بس أحلى، لأن القشرة هذه طعمتها رائعة جدا بصراحة. هيك أنا طلعتها وتحسوها بعد تحركوها هيك، كيف كيف اللي من جوا ما زالت سائلة، بس هي طيبة. على العموم هي تاخذ نص ساعة بالضبط أو 35 دقيقة. هنحطها في الثلاجة لمدة 4 ساعات. أنا لقيت ال4 ساعات كافيات عليها، في ناس يقولوا 7 ساعات، في أكتر، بس أنا ال4 ساعات كافيات. طلعتها، وهنتوا نبي عشان شوية حركات وتزيين حطيت توت بري، حطيت سكر بودرة، طبعا هذا مش ضروري بس للتزيين عندي، كان عندي ضيوف ونبي نقدم لهم. جبت أي شوكولاتة نحبها من عندي، أي شوكولاتة تحبيها كيف ما أنتِ تحبّي. ونحط عليه نص كوباية شوكولاتة، كوباية كريم فريش، نفس الكريم اللي استعملناه، ونحطّه على النار نسيحوه، وبعدين نسيبوه يبرد الخليط بتاع الكريمة والشوكولاتة. ونجو طبعًا كل ما تبي تقدمي تصبّي شوية من الشوكولاتة اللي درتيها مع الكريم. طبعًا أحلى حاجة، في اللي يحط نوتيلا، في اللي يحط واجد، بس بجد بجد
كريمة مع الكريم الفريش مع الشوكولاتة، أي شوكولاتة تحبيها طبعا بتطلع روعة. وفي ناس يقدموا فيها مع القشطة والعسل النحل، شوفوها كيف بصراحة تشهي. جربوها مش هتندموا. واسمعوا، والله العظيم والله العظيم ناجحة مليون في المية. جربوها ومش هتندموا. وما تنسونيش من التعليقات الحلوة، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وهرد عليه.